لفتني كده في نهاية شهر رمضان، وتحديدا يعني بالنسبة لممثل معين هو أحمد العوضي، إنه كان بيعمل فكرة لذيذة جدا وصايعة جدا في التسويق. وهو إنه بيعمل مسابقات. المسابقات دي عبارة عن أسئلة ليها علاقة بالأحداث اللي حصلت في كل حلقة، وكان بيدي جوائز محترمة جدا عليها، أعتقد ما بين 50 ل 100 ألف جنيه. الصراحة مش عارف القيمة بالظبط. و... وطبعا ده كان بيعمل تفاعل مرعب وجبار، أنا ما شفتش زيه في حياتي قبل كده. كنت بشوف تقريبا فوق ممكن المليون كومنت في يوم واحد. وطبعا الناس المسوقين والناس اللي شغالين في مجال التسويق، واللي اكيد افضل مني في الموضوع ده، يعرفوا ان قوة الفيسبوك كلها في مصر حوالي 30 مليون تقريبا. ممكن يكون العدد زاد، بس اخر رقم يعني افتكره من 3 سنين لما كنت بعمل اعلانات عليه كان حوالي 30 مليون. ففكرة ان في شخص واحد يقدر يجيب مليون كومنت بتفاعل طبيعي، ويدفع 50 ألف ولا 100 ألف ل10 أفراد كل يوم، دي كانت فكرة في منتهى الذكاء ومنتهى العبقرية. لكن اللي فاتني مش كده، اللي فاتني ان كان ليا زمايلي مهندسين، مع كامل احترامي ليهم طبعا. آه الناس دي كانت بتعمل كومنتات بجنون، يعني اللي بيعمل 10 كومنتات، 20 كومنت. واحيانا بتلاقي واحد عمل اكتر من 30 كومنت، وكل كومنت فيه ادعيه كتير جدا: يا رب يكون المكسب من نصيبي، يا رب نيتي صافيه، يا رب يبص لي ويشوفني، يا رب مش عارف كذا. فببص كده واقعد اسال نفسي: الناس دي يعني طبعا كل واحد نفسه يبقى معاه فلوس وبتاع، واللي عايز 100 ألف دي هيزق بيها في حاجة معينة، هيتحرك بيها في شيء معين، في أمنية معينة. ولكن في الآخر الرقم ده حتى لو جاله، ما هو على المدى البعيد هو مش هيفرق معاه في حاجة قوي. يعني هو هيضطر إن هو برضه هيبقى عايز يشتغل، وعايز يكون نفسه، وعايز يعمل أي حاجة تخليه مستقبلا يبقى عنده دخل مستمر، والدخل ده يحاول إن هو يزوده. ف فكرة الفرصة، يعني المفهوم بالنسبة لي اللي أنا طلعت بيه من الوضع ده، إن إحنا في نظام اسمه نظام الفرصة. نظام الفرصة ده بتشوفه في حاجات كتيرة قوي، تشوفه مثلا في تطبيقات منتشرة دلوقتي. والفيديو ده فيديو عشوائي، يعني أنا بتكلم فيه بشكل عشوائي عشان قاعد كده بفكر شوية، فقلت أما أطلع أتكلم معاكم. تطبيقات زي 1 إكس بيت، أو أو عقود الأوبشن، اللي هو بيقول لك أنت تضغط والسعر يطلع فتكسب، ومش عارف تضغط والسعر ينزل فتخسر. الكلام اللي هو عشوائي جدا ده، انه انت بضغطة زرار خلاص كده انت وصلت، والدنيا تمام، والدنيا جميله، وهتعرف تكسب وبتاع. حتى تسويق ساذج يعني. بنشوف ناس كتيره في الحقيقه بتراهن. يعني انا على يد انا شفت حد قهوجي راجل بسيط، يعني بياخد كام يوميته؟ مثلا 150 جنيه، 200 جنيه. الراجل ده كان بيراهن بيوميته كلها على مثلا نتائج ماتشات على 1 اكس بت، او مثلا رهانات على مطوشه معينه. ايا كان المطوشه دي، يبقى ملاكمه، مصارعه، مش عارف، كيك بوكس، ايا كان النشاط اللي هو مهتم بيه، المهم ان هو بيراهن. وطبعا الموضوع ده يعني ليه شرح طويل جدا، انه فكره ازاي انك اما بتكسب مره الدوبامين عندك بيزيد، فبتزيد حاجه اسمها مستويات التحمل الدوباميني، فتبتدي بقى مره ورا مره تبقى مدمن، زي بالظبط المدمن على المخدرات او الكوكايين او الهيروين. فكره اليأس الشديده اللي بتخلي الناس طول الوقت تجري ورا حلم الفرصه التي لا تتكرر، واللي كلنا بالمناسبه عدينا بيه. يعني انا في فتره من فترات حياتي برضو كنت بفكر كده، مع اليأس، مع الاحباط، مع فكره ان مفيش حاجه تتعمل. تحس انه طب يا رب بقى هي فرصه وتخلص الدنيا بقى، هو ايه الجولدن تيكت، الكارت الذهبي. وطبعا انت عشان العالم كله دلوقتي مفتوح على بعضه، يعني من بعد طفره السوشيال ميديا، ومن بعد ما الاندرويد اتعمل في سنه 2011، وبقى كل الناس شايفه بعض، وكل الطبقات اتفتحت على بعض زي ما بيقولوا كده، على الاقل نظريا احنا بنشوف بعض. الناس بقت كل واحد مفهومه عن السعاده بقى ليه علاقه بالفلوس، والفلوس هي جزء كبير من السعاده، ولكن المفهوم الكلي عن السعاده عند الناس بقى ليه علاقه بالفلوس. المهم يعني بتشوف الموضوع ده، بتشوفه كمان في حاجه يعني غريبه شويه، في كومنتات الناس على اي بوست. افتح اي بوست عشوائي عليه تفاعل كبير، على تيك توك، على فيسبوك، على انستجرام، على يوتيوب، هتلاقي ناس كتير قوي تكتب بوست كده، يقول لك: والله ستحدث فرحه، سوف تفرح قلبك فرحا لا تتخيله، فقط استغفر الله 10 مرات. والله سوف تفرق قريبا، والله هذه رسالة لك، سوف تكون سعيدا غدا. مش عارف ايه، اللي هي رسائل تحس ان انت قاعد ايه، ماشي في الشارع، وفي مجموعة من المجاذيب قاعدين على الرصيف، وانت بتعدي كده، وهو ايه مرة واحدة يسوي، هتبقى مبسوط، هتبقى حلو، الدنيا هتبقى جميلة،
هتبقى مرتاح. وانت بقى ماشي بقى ايه، يعني الدنيا بايظه معاك، انت طبعا على الفيسبوك في العالم الافتراضي، بس يعني انا بتخيل ان كانك ماشي في الشارع واضح كده، وتلاقي واحد يقول لك الدنيا هتبقى جميله معاك، فانت ايه، تقول دي علامه، دي اشاره من ربنا. طبعا يعني حاشا لله ان احنا نكون يعني بنفكر بالسذاجه دي. ف من علامات الضغط الشديد على الناس ان هم بيمشوا بالطريقه دي، وكانهم مجاذيب. بيكسر الكلام اللي هو فيه، يعني في نزعه من الخبل. انت ما تعرفش انت ايه اللي هيحصل بكره عشان اقول لك الدنيا هتبقى حلوه ولا وحشه. تفائل خير وبتاع، بس انا مش هقول لك اضغط 10 مرات، ولا اعمل اكشن معين، ولا اعمل فولو متابعه وربنا هيكرمك. بشوف الكومنتات دي كتير جدا، في الصراحه بتستفزني. لفتني بقى اتكلم على حاجه تانية شفتها في فيديو، لو يعني جت فرصه وكان يعني فيا دماغ وفي وقت ان انا احطه في المونتاج، لراجل جايب 10 شباشب ماركات مختلفه، جوتشي وماركات عالميه كبيره قوي، دولتشي جابانا، مش عارف ايه الحاجات دي، بس انا مش عارف الصراحه الشباشب ماركاتها ايه، يعني مش متداخل قوي في الموضوع ده. انا بشتري شباشب عاديه يعني. والراجل ده بيتكلم انه تكلفه الشبشب بعد ما الصين بدات ان هي تعمل الحرب التجاريه الفتره دي مع امريكا، تكلفه الشبشب اللي هو اشتراه ب 450 دولار هي 75 سنت. يعني الراجل اشترى الشبشب اللي هو بيتلبس في رجله، يعني اعزكم الله، اشتراه ب 475 ضعف. احنا بنقولها كده بالنسبه المئويه 47500%، 475 ضعف. فطبعا الراجل ماسك الشبشب وعمال يهبده، والشبشب يتنطر ويضرب في الارض ويطلع، وياخد الشبشب ويهبده تاني ويهبده تالت وبتاع. والفيديو جايب تفاعل كبير جدا، وطبعا الصين ضغطه جامد قوي ان هي تعمل حمله تجاريه، انه احنا يا جماعه بنصنع الحاجات دي عندنا بملاليم، والبراندات بتبيعها لكم باضعاف اضعاف الثمن. وبعدين جابوا راجل محترم جدا برضو، فيديو من الفيديوهات اللي شفتها، راجل شاطر جدا عنده ورشه تصنيع شنط، الشنط اللي هي بتتعلق، شنط الكتف بتاعت السيدات. وبيجيب الماركات الشهيره جدا، وبيقول لك الماركات دي اللي بتتباع مثلا ب 10000 دولار، ب 20000 دولار، هي فعليا ممكن تكون ما بتكلفش اكتر من 300 400 دولار. وانا كده بقول ارقام بالزياده، كان ممكن تكون بتتكلف اقل. ولكن البراندات بتضحك عليك وبتنصب عليك، وبتقول لك انه لا يا ريس، انت بتاخد حاجه محدش هيلبسها زيك ومحدش هيعملها غيرك وبتاع. انا عندي تعليق على الموضوع ده، انه الصين ما هياش دوله بريئه ابدا ولا اي حاجه. الصين كده كده كانت عارفه الموضوع ده، ولكن كان بيبقى فيه تعليمات مشدده جوه ان محدش يتكلم، محدش يقول، لان الشركات دي ملتزمه مع الصين بعقود، والصين بتصنع، ملهاش دعوه بالتسويق، ملهاش دعوه بليفل ايه اللي بيتسوق له الحاجات دي، ليفل ايه من المستهلكين اللي هم حابين ان هم يدفعوا 400 ضعف و500 ضعف السعر الطبيعي اللي هو تكلفه الصناعه يعني نفسها. آه، وملناش دعوه احنا كصين، انت بتقول لنا كشركه والله انا عايزك تصنع لي مثلا 100000 شنطه من الموديل ده، انا بصنعه. وفي الصين نفسها جواها في فيديوهات كتيره عملها كريم السيد في اماكن معينه في الصين، في هونج كونج، بيصنع لك الشنط دي بنفس الجوده وبلا شيء، يعني بتكلفه زهيده جدا. فالموضوع معروف من زمان، ولكن الميديا ما كانتش بتتكلم عليه. لكن دلوقتي والصين كانت بتستفاد من ان هي تقلد الماركات دي وتنزل تقليد، كوبي، كوبي عاديه وهاي كوبي وحاجات يعني، اللي هو المسميات الكتيره بقى، سيمي اوريجينال، والتفاصيل الكتيره جدا العشوائيه، ان احنا ايه، في مليون درجه قبل ما نوصل للدرجه التوب بتاعت البراند نفسه. اللي هو مثلا ممكن تكون تفصيله زياده فيها ان هو عمل نقش صغير على الشنطه، عامل تفصيله معينه في السوسته، عامل مش حاجات لا تفرق في اي شيء من عمليه الشنطه. الشنطه كده كده شنطه وشغاله والدنيا تمام. فالصين ما هياش دوله بريئه ابدا. الصين دلوقتي طلعت تتكلم، وطلعت تضرب في امريكا عشان خاطر تبتدي ان هي تضغط على الشركات الكبيره اللي عندها، الشركات التكنولوجيه، ثم البراندات الفاخره. منها الراجل اللي هو المالك بتاع لوي فيتو ده راجل كل شغله اصلا في البراندات الكبيره والماركات الفاخره يعني. اسمه برناند ارنو تقريبا او حاجه كده، مش فاكر، راجل فرنساوي كده، راجل شيك جدا. فالصين بتضرب بقى بكل قوتها، هي حرب تجاريه، فكل واحد بيضرب بيخبط في التاني عشان يضغط، عشان لما يجوا يقعدوا على طاوله المفاوضات الدنيا تبقى رايقه. فالصين مش بريئه ولا حاجه، الصين استغلت كده كده ان النظام العالمي ده كان بيحكمه الدولار بقى لنا هو من 1945
لحد دلوقتي هو داخلين في كام 55 و25 سنه، حوالي 80 سنه الدولار بيحكمنا. و... وزيها زي اي حاجه، دوره الانتعاش الاقتصادي تحصل، ما يبقاش فيه فوائد كتير على الفلوس، فتبتدي البنوك في الصين تطلع الفلوس وتزود العماله وتزود الانتاج، وكده كده المستهلك قادر ان هو يشتري لان مفيش فوائد عاليه عليه، فتبتدي الشركات دي تكسب كتير قوي. تمام. يحصل تضخم كبير جدا مع الطلب الكبير بتاع الافراد، الاسعار الحاجه تغلى. بعد كده يبتدي يحصل بعد التضخم تبتدي امريكا تعمل حاجه اسمها دوره التجديد. دوره التجديد الفيدرالي يعلي الفايده، المستهلك ما يبقاش عنده قدره شرائيه ان هو يشتري الحاجه، اسعار الاصول تعلى. الصين بتعمل ايه؟ زيها زي اي دوله في العالم، بس الصين كانت الاذكى على الاطلاق. في دوره الانتعاش الصين بتحط فلوس في كل حاجه، بتضخ فلوس في كل حاجه، لان يعني تكلفه الفلوس رخيصه. تمام. وبعد ما يبقى معاها غله فلوس كتيره جدا، بالمصطلح بتاعنا غله من الفلوس، خلاص تبتدي ان هي قبل دوره التجديد الاقتصادي، خلاص التضخم زاد جدا وهنخش على دوره تجديد. نلم الغله دي يا ابني، هات لنا اصول، هات لنا ذهب، هات لنا عقارات، هات لنا اراضي، هات لنا مصانع. والاصول الانتاجيه الصين قويه جدا، هي اقوى دوله في الاصول الانتاجيه يعني. وبعد كده دوره التجديد، وهي شغاله الاصول اللي الصين اشتريتها دي بالفلوس اللي هي كسبتها، الاصول قيمتها بتعلى. يعني انت اشتريت ذهب ب 2000 دولار في اول دوره التجديد، في اخر دوره تجديد الذهب بقى ب 3000 دولار، فكسبت 50%. فهم كسبوا من دوره الانتعاش وخدوا الفلوس دي قبل ما دوره التجديد تيجي، والفلوس تبقى يعني ملهاش معنى، ويلا نشتري بيها اصول. الاصول هتبقى اقيم واقوى جدا، وهتنتج لنا منتجات قدام في المستقبل عشان دوره الانتعاش الجديده، وهكذا. فالصين استفادت يعني، ما كانتش دوله عبيطه. واللي بيعملوه دلوقتي ما هوش محبه في الناس انه تعالى اشتري مننا البراند وخليك انسان ومش خليك انسان، الكلام ده كلام عبيط، هم بس بيضربوا في امريكا. ولما يجوا يتفقوا بعد كده هتطلع براندات جديده فاخره جدا باسامي جديده. تمام. وكلهم يعني نفس العائلات الكبيره في العالم، نفس المؤسسات الكبيره، الكوربريشن الاوليجارك الكبار، هم اللي بيتحكموا لان هم اللي معاهم الفلوس. فانا والله لو معايا انا عائله كبيره مثلا معايا 500 مليار، وعندي مجموعه من البراندات الكثيره جدا وشركات واسهم، حصص اسهم في كل الشركات الكبيره، والله اسم البراند ده اتحرق هعمل براند تاني غيره يعني، فطبيعي. فعموما يعني عشان يعني انا حابب ان انا اتكلم بشكل عشوائي، احنا النظام الراسمالي بيعبر عن حاجه اسمها نظام الفرصه، نظام الفرصه الذهبيه. ده التصور بتاعي انا. نظام الفرصه الذهبيه ان انت تفضل عايش بتعافر وبتناطح بتعمل كل ما عندك عشان خاطر تاخد فرصه. تمام. الفرصه دي تيجي لو انت شاطر جدا وموهوب، لعيب كوره مثلا، فنان شاطر، الحاجات اللي هي اللي ليها رواج في العصر بتاعنا ده، مبرمج شاطر، مسوق شاطر، ايا كان. ولكن باقي الناس اللي ما عندوش موهبه، اللي ما عندوش قدره فعليه، ملوش اي مكان، هو هيشتغل مع العبيد. وكمان قدام مع وجود الذكاء الاصطناعي هيتم استبدال كتير جدا من الوظائف بالالات الذكيه. نفس اللي حصل بالظبط بعد عصر الثوره الصناعيه، الآلة جت، الإنسان استخدمها، بعد كده الآلة حلت مكان الإنسان بشكل كبير جدا. فهو الكوكب مع النظام الرأسمالي ده الفلوس طول الوقت بتتشفط فوق. اللي معاه اللي معاه مليار، اللي بيكون أول مليار ده، السنة اللي بعدها معاه 2 و3 و4، لو هو ماشي بس ضمن النظام، عارف ازاي يمشي، عارف ازاي يظبط علاقاته، ازاي يظبط دنيته. وبعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة زي ايلون ماسك كده بقى أغنى واحد في العالم. طبعا راجل عبقري، بس بتكلم في الفكرة إنه الأغنياء يزدادوا غناء والفقراء يزدادوا فقر. فالكوكب مش عايز ناس كتير، مش عايزين احنا مش عايزين تعداد سكان كتير، ما تقرفوناش يا جدعان. احنا كام دلوقتي؟ 7 مليار ونص وداخلين على 8 مليار. ففي اتجاه للشذوذ، والشذوذ ده كان مصنف ان هو يعني من الامراض في الامم المتحده. تمام. الامراض واجبه العلاج، وكان محرم، وكان القانون بيعاقب عليه. اتشال فكره ان هو تصنيفه كمرض، بعد كده اتشال فكره العقاب، بعد كده بقى في عقاب على اللي يتجاوز في حق الشاذ. تمام. فانت ما ينفعش تتكلم معاهم. ودلوقتي في المانيا مثلا وفرنسا في ايفنت معين، زي اعياد كده او مناسبات مخصوصه بتتعمل ليهم عشان خاطر هم ايه، يعني الناس تبقى مبسوطه، يتقابلوا في الشارع يتبسطوا وبتاع والدنيا جميله، وتلاقي شارع كامل كله اعزكم الله مجموعه من المثليين يعني. ف هم مش عايزين العدد الكبير. تيجي تبص على مصر، مصر دولتنا العزيزه اللي احنا يعني بنموت فيها برغم ان هي معذبه ابونا في كل حاجه. مصر ما تيجي تبص في عقود الجواز بعد 2000،
بعد 2022 بعد اول تعويم 2023 عقود الجواز كانت مليون و300 على ما افتكر، مش فاكر الرقم بالظبط، كنت عامل فيديو عن الموضوع ده. اول تعويمه لما الدولار طلع من 16 ل 24 ل 32 ليه هوبا، عقود الجواز نزلت من مليون و300 لمليون تقريبا، والله ما فاكر الرقم، بس نزلت 30% على ما اعتقد. السنه اللي بعدها 2024 الدولار طلع من 32 ولا 40 راح ل 50، مش متذكر الارقام بالظبط، بس احنا بنتكلم في الفكره يعني. عقود الجواز نزلت من مليون ل 900,000 ولا 800,000. الله، الناس عقود الجواز الجديده الناس ما بتتجوزش، فمعدل المواليد بيقل. تمام. معدل المواليد للمرأة عندنا في مصر كان من أعلى الدول، كان معدي 3.5 تقريبا. دلوقتي معدل المواليد للست الواحدة 2.5، واحنا المستهدف عندنا 1.5. واصلا تقريبا معدل الاحلال عشان الناس يعني الهرم المجتمعي ما يتقلبش، ما يبقاش المجتمع عجوز، يفضل فيه قوة شبابية، قوة عاملة تحت تحت 52 سنة، يعني من اول 18 لحد 52 سنة. المفروض ان معدل الاحلال يبقى 2.3 تقريبا، فاحنا على وشك ان احنا ننزل تحت معدل الاحلال، حاجة شبه اللي بتحصل في الصين دلوقتي من ساعة ما عملوا حملات التوعية وحملات اللي هو تقليل الإنجاب وكده في التسعينات تقريبا على ما أفتكر. ف الناس ما بتتجوزش، مفيش مواليد، احنا مش عايزين مواليد أصلا. احنا في مصر مش عايزين مواليد، مش عايزين الناس تخلف، مع إن قوة الشباب دي قوة هائلة تقدر تستخدمها في كل حاجة. تبص على سوق العقارات، سوق العقارات من جوه مفيش حاجة بتتبنى، كله ريسيل إعادة بيع، مفيش حاجة بتتبنى جديد. تمام. فبينما احنا طول الوقت الطلب موجود، في طلب، الناس عايزه، الناس بتتكاثر حتى لو المعدل المواليد بيقل، بس في برضه مطلوب جديد، في ناس عايزه تتجوز، في طلب موجود في المدن كبير جدا. ف لا، الموضوع اطلع بره خالص السوق الطبيعي. احنا شغالين في الساحل الشمالي، راس الحكمه، الاجزاء اللي هي بعيده خالص كل البعد عن المواطن العادي. المواطن العادي فين؟ ملناش دعوه بيه، ملناش دعوه بيه خالص. احنا لينا دعوه بس بالمشاريع الكبيره، الميجا بروجكت. الميجا بروجكت هتدخل فلوس كتير، هتيجي شركه كبيره هتعملها، وهتعتمد في التسويق بتاعها على القطاع الخارجي. الشقق والعقارات دي بتتباع بره، بتتباع للخليج، بتتباع للاجانب، وهي موجوده في اماكن رائعه. راس الحكمه من اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفها في العالم كله، من اجمل السواحل في العالم راس الحكمه، انا بالنسبه لي من وجهه نظري كده. طب السوق اللي جوه؟ لا، السوق اللي جوه مش مهم. معاك مليون فما فوق ممكن تحاول تشتري حاجه كده صغيره محندقه من الريسيل، شقه كانت موجوده وايه، لكن رخص جديده للبناء مفيش. المدن الجديده اللي بتعتمد طيب على المبادرات التمويل العقاري شروطها صعبه جدا ومجحفه جدا على الشباب ومكلفه على الدوله. فمعادله غريبه جدا الصراحه في موضوع العقارات. وده مش موضوعنا يعني، احنا بنتكلم بشكل عشوائي كده، ولكن يعني ايه، نتمنى الافضل يعني لبلدنا. آه ايه تاني؟ آه في راجل ممثل عندنا مشهور جدا طلع من كام يوم لابس سديري كده عليه 225 جنيه، كل جنيه متخرم من الاربع جوانب بتوعه. المهم يعني 225 جنيه دول عملوا حاجه شبه يعني اعزكم الله الملابس الداخليه للسيدات. تمام. الناس طلعت تتكلم، والراجل عمل وما عملش والاخلاق ومش، انتوا مالكم؟ ما تسيبوه، هو اصلا عمل كده عشان الجدل. هو في حاجه اسمها الجوجل ترند او الجوجل سيرش تقريبا اناليتكس، تحليل في الجوجل سيرش كده، مين اكتر واحد اتعمل عليه بحث في جوجل. فالراجل ده الاسمراني الصعيدي اللي هو قال لك انا مستحيل اعمل اي ادوار صبي رقاصه ولا ادوار خارجه ولا بتاع ولا مش عارف ايه. مع احترامنا طبعا للصعايده، بس انا مستغرب انه ازاي غير كده. واكيد الصعيد متبري منه يعني. قال لك دلوقتي هو مثلا نمبر 1 في البحث، فتيجي الشركات الوكلاء اللي بره اللي بيجيبوا المغنيين من الشرق الاوسط، مين يا جماعه اكتر واحد في البحث قوي؟ الراجل ده مثلا، بعديه عمرو دياب، بعديه تامر حسني. فهو قيمته التسويقيه بتزيد، انت كلامك عليه بيزود قيمته التسويقيه، هو وغيره بقى. هو مثلا واحمد سعد لما يطلع لابس حلق وعامل الشنب بتاع الاغا ده، الجماعه اللي هم النص كم يعني،
آه، قيمته التسويقيه بتعلى 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 بتعلى، فبيتطلب بره، لان هو النظام قائم على على الارقام، مش على حاجه تانية. هو ارقامك عاليه خلاص انت نجحت. زي بالظبط فكره عمرو بيلا، بس عمرو بيلا ما بيعملش حاجه غلط بالنسبه لي يعني. في الاخر ايه اللي بيعمله يعني؟ طالع بيتكلم كلمتين في حق المطاعم، ما يتكلم في الاخر الارزاق بتاعت ربنا يعني. لو مطعم كويس الورد اوف ماوس هتسوق له، انت هتروح تاكل عنده، هتعرف زميلك، زميلك هيعرف زميله، هيتعرف المطعم ده كويس. ومطعم وحش هيفضل وحش، هتاكل عنده مره مش تاكل عنده تاني. واحنا في مصر يعني ما شاء الله ما نتوصاش في الموضوع ده، اللي بيتكلم على حاجه بيتكلم بينشر الكلام في كل حته. ف احنا جزء من الغنم او الخراف اللي بيتم طول الوقت اللعب بيها في النظام الرأسمالي ده، عشان نسوق لاي حد ونعلي قيمته ونديله اكبر من مساحته. والموضوع ده شامل للراجل الاسمراني ده اللي كان لابس براندات، كان راجل فاترينا الحقيقه، براندات تتعدى قيمتها سواء الساعه ولا اللبس ولا بتاع 250 الف دولار، يعني 11 مليون جنيه. وهو على فكره هياخد اكتر منهم في الحفله دي بمراحل، يعني الحفله دي ممكن ياخد له فيها كام 3 4 مليون مثلا، ما اعرفش الرقم الصراحه، اكيد هياخد ارقام هلاميه يعني، لان هو نمبر 1 دلوقتي في الشرق الاوسط يعني. اعتقد ان هو كمان عدى عمرو دياب في مؤشرات البحث وكده. وده يفرق جدا 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 مع اي وكيل، وكلاء الحفلات او الشركات الكبيره اللي بتجيب المغنيين دول عشان خاطر يغنوا. فبس خليك عارف انه النظام ده نظام سيء وسيلف ديستركتيف، يعني ذات التدمير، هيدمر نفسه مع الوقت. وعامل زي مركب تايتانيك كده، المركب دي في قمتها فوق الجزء اللي لسه ما غرقش الناس الاغنياء، الناس الاوليجارك اللي معاهم مئات الملايين او عشرات المليارات، خلينا نقول عشرات المليارات. وكل شويه المركب بتغرق، والمركب وهي بتغرق الناس اللي تحت الطبيعيه، اللي هم ما عندهمش يعني ميزه ان هم يكونوا اغنياء، ما اتولدوش اغنياء وما قدروش يطلعوا من القاع للقمه، طول الوقت عمالين يغرقوا اكتر يغرقوا اكتر. فبنشوف كل حاجه بقى، نشوف الامراض الاجتماعيه اللي عندنا، مفيش جواز، عقود الجواز قلت لان مفيش امكانيات، فينتشر الزنا، ينتشر المحرمات، ممكن يكون في اطفال سفاح يعني، محرمات برضو كتير قوي، امراض اجتماعيه، قتل، اكتئابات، مفيش دافع للحياه. زي كده ما كانوا بيقولوا في فيلم النوم في العسل، الناس لو فقدت الرغبه والقدره على التعاطي مع بعض، الراجل والست، مش هيبقى في رغبه في الحياه. ف انا ما عنديش حاجه معينه اقولها، ولكن يعني حابب اقول لك انه السيستم ده سيستم معمول عشان يخدم على مجموعه معينه من البشر. سبحان الله، تيجي في ناحيه تانية تبص على النظام الاسلامي اللي انا مش مطلع عليه بشكل كبير، ولكن ان شاء الله ناوي ان انا اعمل ده، تلاقي ان هو نظام متوازن جدا. يعني ايه عله النظام الراسمالي اللي احنا فيه ده؟ الفايده. الفايده دي هي اللي بتدخل الفايده دي هي اللي بتدخل الفلوس، تمام، الاضافيه على السيستم. والله انا مسلفك 100 جنيه وهاخدهم منك كمان شهر 105 جنيه. طب ال 5 جنيه دي اللي انا خدتها، هل هي قصادها انتاج، ولا دي قيمه اسميه دخلت للسوق ملهاش اي قيمه فعليا؟ هي قيمه اسميه، ده التضخم. فاحنا سوق الديون العالمي كله، والله مش فاكر الرقم الحقيقه، والله ما فاكر، هو يتعدى اعتقد يتعدى 180 تريليون تقريبا دولار. المهم يعني انه سوق الديون الامريكي لوحده رقم مرعب يعني، رقم مرعب يعدي ال 100 تريليون، 100 حاجه و30 تريليون تقريبا، مش مهم الرقم، ولكن مئات عشرات التريليونات. كل دي فلوس ليس لها اي قيمه، فلوس ملهاش اي قيمه. فلما تلاقي الذهب، قيمه الذهب اللي في العالم كله 12 تريليون تقريبا او 13 تريليون، برضو ما عنديش الرقم، لسه هخش ادور عليه. وقيمه السيوله اللي في العالم كلها تتعدى ال 300 تريليون او اكتر. فدي الفلوس وده الذهب. قيمة الذهب هي القيمة الحقيقية اللي الناس فعلا بتعتد بيها، المعدن الأصفر الناس بتعتد بيه من قدم التاريخ. الفلوس دي شوية ورق بس بيحميها قوة من ورا، قوة سلاح من أمريكا. اللي هيقول إن الورق ده ملوش قيمة أنا هضربه وهضعضعه وهخليه ملوش أي قيمة وسط الدول، وممكن أضربه عسكريا كمان لو ما سمعش كلامي. والاتفاقيات التجارية كلها 70% منها بالدولار.
انما هل الورق ده ليه قيمه؟ ملوش قيمه خالص. فهو الفوائد اللي بتخش على السيستم ده هي قيمه اسميه بتزود التضخم. لكن احنا في الاسلام لا يوجد فايده. نظام مختلط جميل جدا، اشتغل واكسب، ولو انت اقوى واذكى من اللي حواليك ربنا يكرمك اشتغل اكتر. عندنا عبد الرحمن بن عوف مثال صارخ على الرأسمالية. ولكن لو فلوسك قعدت اكتر من سنة لازم يكون في ذكاء، لان الفلوس دي راكده ما تتحركش. فانت مستمر ان انت مضطر ان انت تشغلها، ما شغلتهاش ادي الزكاة حق الفقير اللي انت خدت الفلوس حجزتها عندك ومنعت ان انت تديله فرصة ان هو يشتغل. بينما في النظام الرأسمالي اللي احنا فيه دلوقتي لا، ده في دورة التجديد الاقتصادي اللي احنا بقالنا فيها سنتين، الفيدرالي بيعلي الفايدة، والاوليجارك اللي معاهم كمية فلوس رهيبة فوق بيخزنوها في اصول، عقارات، ذهب، اراضي زراعية، شركات ادوية، شركات صناعة. طب والفقير؟ ملناش دعوة، احنا فلوسنا مخزنينها في اصل له قيمة وقيمته تزداد بشكل كبير في اثناء دورة التجديد الاقتصادي. انت فاهمني؟ اعتقد ان انا الكلام واضح يعني. انما الاسلام لا، قاعد فلوسك يا معلم في جزء 2.5% هيطلع زكاة، ومفيش فايدة. انا هشغل لك فلوسك على المكسب والخسارة. كسبنا كان الامر واقعي، احنا كسبنا ففي اصل اتضاف للسوق، والاصل اللي اتضاف ده نتج عنه ربح. فال100,000 جنيه اللي معايا بقوا 105. خلاص بقى الفلوس اللي اتضافت دي يقابلها ناتج حقيقي. انما اديك فايدة ومفيش حاجة فعلية على الارض، المنظومة البنكية العالمية كلها شغالة كده. احنا في مصر عندنا الفايدة 25%، في امريكا 5%، مش عارف فين 10%، في كل حته بقى تلاقي تدرجات من اول امريكا 4.5% وانت طالع لحد مصر وتركيا من اعلى معدلات الفايده في العالم. هل دي فلوس حقيقيه؟ لا، ده تضخم. انا بديك ورق. عشان كده لما نيجي نكلم صاحبي ببساطه جدا اقول له كيلو الجبنه التركي ليه بيغلى كل اسبوع؟ عشان الفلوس مع الناس اكتر، والناس كلها عايزه تاكل جبنه تركي، يعني زي ما بيقولوا عندنا في اسكندريه. ف تشتريها الربع ب50، بعد كده ربع ب60، بعدها باسبوع ب70، عشان فلوس كتير، طلب كتير، كلنا معانا فلوس بس المنتج نفسه محدود. anyway يعني انا مش عايز اطول عليكم، انا طولت شويه حلوين، بس انا كنت عايز اتكلم. كنت مقرف شويه، الناس بقت مجاذيب، الناس بتدور على فرصه تغير لهم حياتهم. الناس مش فاهمه هي بتعمل ايه، من اعلى الطبقات لاقل الطبقات عايشين في وهم الحياه الفاخره. تمام؟ عشان انت تشتري براند شنطه ب 20 30 الف دولار، هي الشنطه يعني ايه؟ الشنطه هتطيرك؟ ما هي شنطه في الاخر. الاولى بيك ان انت تعمل حاجه تستمتع بحاجه، تدي فاليو القيمه لحاجه لانسان فقير، تشتغل بيهم، تعمل بيزنس. يعني احنا في هرم الاحتياجات الانسانيه احنا ما عندناش الاساسيات، الاكل والشرب والسكن والامان. الاساسيات دي المفروض البني ادم يبص عليها الاول يعني. فيعني انا حبيت اتكلم كده ارغي شويه معاكم. حاجه تبسطني ان انا لو شخص واحد بس شافني، حاجه تبسطني جدا. و يعني ربنا يعني يكرمنا جميعا يا رب، وييسر امورنا كلها، ويفتح علينا وعليكم كلكم يا رب. السلام عليكم.